وعدى شهرين ثلاثه بعد تمييز المديرين العموم ما فيش حاجه. اتفضل. كله يا بلاش يا فندم. حد يعلق يا ابني. يعني استهدوا بالله بس. انا مش شايفه طبعا اللي قال كده، قال لك ميز الكل. ميز الكل دي يعني ايه؟ يعني ما فيش ميزه. يا جماعه برضو يعني كل حاجه امال ايد واحده ليها درجات. خش على الطلب الثاني يا جلال. كان ناس باشا اللي حضرتك ميزتهم ما ابتكروش حاجه جديده، رفعت الشركه لمرتبه اعلى يا باشا. وما حسناش بانجازاتهم. ما فيش مرتبه اعلى. ده جديد. بالعكس حضرتك اديتهم فلوس. ماشي. احنا قاعدين في الارض بتعملوا ما تقعد انتوا لو قعدتوا كلكم هتسمعوا الحوارات. يا جماعه عيب كده، عيب. اقعدوا كلكم، كل واحد هيسمع الكلام. حضرتك قلت حاجه، قلت ايه؟ عادل قدامك، ميزه. عادل قدامك انا معترض على الكلام. لا ما نقصناش. ولا لا؟ لا انا ما قلتهاش. لا انا ما قلتهاش. لا انا انا قلت سعادتك ما ميزت فيش واحد سبب والتاني نقص باشا. لهم اللي حصل ده. ما عملوش حاجه غير عاديه. ما عملوش حاجه غير عاديه. كان يجب على حضرتك تراضي الكل، لان الكل عادي. ما فيش انجاز غير عادي. انا اللي قلته. شهر 7 3 ايام حضرتك، احنا شايفينها وقت كبير قوي عشان حضرتك ايه تفكر في 3 ايام. يعني هو مش مبلغ كبير قوي، ده اول حاجه. يعني حضرتك ناخد وعد من حضرتك لو انجز قبل شهر 7 تنفذه حضرتك. يعني يبقى حضرتك هتاخده من دلوقتي ولا هو سقف شهر 7؟ ناخد كده. لا مش سقف شهر. طيب الوضع ايه؟ الوضع ان انا دلوقتي احنا متعطلين اهو. أيوة. احنا لوحدينا بصراحه. لا البلد كلها حتى بتوع الشرطه كانوا عاملين ماشي. خدوا حقهم. فالدنيا والملاءه خدت حاجه امبارح. أيوة، خدوا حقهم. ضابط الشرطه كان بياخد كام يا حبيبي؟ 1000 جنيه في الشهر. سعاده الباشا ده هو ما كانش ليه فيه خالص وخد حقه. لسه كده على التاني. عايزين نتكلم في موضوعنا احنا. بس عشان عايزين ننجز يا جلال عشان نشتغل الوقت بتاعنا. طلباتك براحتك. احنا كبتوع انتاج هنطلع لك المعدل بتاع النهارده. مفيش حاجه هتقل لو اتاخرنا حتى. لا ربنا يديك الصحه. اعاده النظر في عقود جميع المتعاقدين من خارج الشركه والتي لم نرى من تواجدهم اي انجاز ولم يضيفوا شيئا الى جيوبنا. ماشي. اللي بعده. استنى بس. هترد حضرتك ولا لا ماشي. حكايه العمال الموسومين دي بقت عيب. اول حاجه بس عيب عيب، لان انا شايف الموسمين دول يعني شغالين بلقمتهم، والجماعه اللي شغالين في تبع المقاول برضه شغل نظام، يعني نظام استعباد. يعني ايه 25 جنيه في اليوم شغال بلقمته؟ لا احنا مش عايزين حد موسمي خالص في الشركه، وكل من قعد متأقد 3 سنين يتثبت. مش صعبه، مش صعبه، مش صعبه. طب ارد في دي. كل ما هو قانون هنفذه. بس خلاص خلاص ما هو قانون يتنفذ. لا مش ماشي. يا واحده بس. اسمح لي دي فرصه. لا مش مش عايز افهمك باشمهندس بس سيف والنبي يا باشمهندس يعني سيف. يجي جوابك ولا قبل هنثبت الناس. طب وليه ما نبادرش اداره الشركه تبادر بيها؟ ايوه مبادره طيبه بس كمل جميلك يا باشمهندس عصام. مش عايزين موسمين في الشركه، اقل حاجه مؤقت. هو الموسمي ده مش ابنك وابنه وابنه. بس معلش بس فترة حقوق طويلة يا اليمن ما بياخدهاش. مش عايزين نبص لبعضينا ونحقدوا على بعضينا، بيبصوا لنا. وبعدين مش صعبه يا باشمهندس، والله ما هي صعبه، وانت عارف انها مش صعبه. مش صعب. مفيش حاجه صعبه. طب احنا كنا ماشيين. ما انت لو شارينا تبقى مش صعبه، تبقى سهله خالص. طيب احنا الكلمه دي كبيره. ليه كبيره؟ لان خلال ال7 سنين اللي فاتوا حصل انتقاص ولا حصل زياده؟ دايما بسال. الزياده الروتينيه العاديه يا العلاوات سيدي فاضل، يا سيدي فاضل. لا ليه بس؟ شركتنا ممكن تبقى احسن من كده. يا ريت. احنا بقى دي كلام تاني، موضوع تاني مش مجاله دلوقتي. مش مجاله. نتمنى انا يعني بعدين خلينا في اللي احنا فيه. طيب استهدوا بالله بس. احنا قلنا الموسميين نفسنا ما يبقاش فيه موسمي ان شاء الله. مش عايزين مصري موسمي، مصري يبقى مصر على طول. العياده بقى مش عاجبنا رئاسه العياده.
طيب احنا بنعتبرها الرئيسه اللي انتم مكافئينها وحاطينها على العياده دي، حاطينها عشان مش عارف عايزين تقرفونا. الناس عيانه كلها. استنوا يا جماعه، الناس عيانه وكفايه اللي هم فيه، مش ناقصين المهندس اسوير تقرفهم فوق عياهم. حاجه بسيطه خالص. شوفوا لنا واحد تاني يكون بني ادم وانسان ويحس بالعيانين. يا ابو امين والمستشفيات المتعاقدين معاه. بعدين انا بتكلم نقط رئيسيه. ماشي يا باشمهندس حسام بعد اذن حضرتك، الدكاتره بره بيتعاملوا معانا هنا والله العظيم والله العظيم انت المعامله مع الشركه بتاعتنا يا حموده دلوقتي ومقيدين مأيدين الدكاتره بحجم معين من العلاج. مأيدين العلاج بحجم معين. الدكاتره بره بيقولوا لنا، شركتكم اللي بتقول لنا كده. ايوه قالوها صراحه. عايزين بقى ايه تاني؟ برضه تبع العياده برضه الاهتمام بالزملاء المصابين بالكوليسترول وتوفير العلاج لهم، لان ما بيجيبلهمش علاج، بنحلل وما بنعرفش حاجه. تسمم في الدم يعني، مواد فوسفوريه يعني شوفوا لنا كان في علاج بيجي ويديه لنا، دلوقتي ما بيجيش ليه معانا؟ موضوع نحلله في طنطا الاول، حلل لك هنا في المعمل بتاع الفيروس يا باشمهندس. اسمها تكسوجونين. موجوده بره الفيروس دي كلنا كده تيجي من امريكا، تيجي من امريكا. الاستاذ البري يبعتهم لنا من هناك. المهم النيه، موضوع الضرايب ده سعادتك يعني ايه؟ ادينا حل فيه. لا بس انا بتكلم عموما يا جماعه. الضرايب اللي بيحسبها الاستاذ محروس بشتغل 12 ساعه بيحكم فيها بره، عايزين ناخد حكم زيهم عشان يقعدوا زيهم مستنيين، ولما يتنفذ علينا. بعد اذنك ودي المهندس يا يلف على القضيه. راجل جلال، بعد اذنك يا باشمهندس عصام، انا بيكلفني العمل 12 ساعه بيخصم منه ضرايب. يعني الشركه اللي مكلفاني بالعمل نتاخر لظروف الشغل. اذا اشتغلت اسبوع او كده بدل ما ناخد الاضافي بتاعي يعني تعب وشجايه بينزل لي عليه ضرايب. فبرضه ما ينفعش يا باشمهندس. التطبيقه نفسها بيخصم منها. ولو طبقت برضه نفس الطريقه لو اشتغلت يوم راحه استنى يا جماعه طولوا بالكم. خلونا نكمل مخلص. بدل الطبيعه خلص بس ورا بعض. العمل بال 12 ساعه حضرتك المطالب بيبقى شامل، لان حضرتك العماله الانتاج بتطلع محدد في الاربع ساعات رغم ان فوق يعني هذا بنقضي. نعم سكتوا الناس. تاني حاجه حضرتك واضح ان حضرتك رديت على كل حاجه الا موضوع. اول حاجه احنا مع احترامنا لحضرتك الناس اللي بتبص كتير، احنا بنحترمهم جدا والله العظيم. يعني ده امر بس حضرتك انا عايز اعرف هل الموضوع ده انتقاص من الكوادر اللي موجوده في الشركه؟ يعني حضرتك لو ناخد سين من الناس، لو هو في مكانه بعد سن 60 مفيش اي واحد في نفس التخصص اقل منه سنا يقدر بيقوم بالعمل ده. ما هو لو ما يقدرش يقوم بالعمل ده يبقى اصلا ما ينفعش في مكانه. دي حاجه. تاني حاجه ان حضرتك لو حلت لنا المشكله دي في هتقابلك مشكله. انا عارف ان الناس اللي هتطلع الكوادر اللي هتطلع تحل مكان الموضوع ده ما نعين حضرتك. يعني هو واضح ان الايه المبلغ بيبقى كبير شويه، ده يعين 2 3 في نفس المجال، واحنا كوادر الشركه بسم الله ما شاء الله. بعدين يا باشمهندس ماشي. عكس بعض اهو. لا ما هوش عكس لا بعض. يا باشمهندس عصام، ما ردتش على لا انا بتكلم اللي فوق اللي طلع على المعاش. الجمعيه في الشركه في النوباريه كان عددنا دولار. عقودات كبيره مالهاش لازمه. بدل الطبيعه يا جلال. ياخدوا من الفلوس الكل، عوض الكل، الارباح الكل، ومش شايفين لهم لازمه. اقسم بالله لو لهم لازمه وعملوا انجاز ما هنتكلم، هنفرح بيهم. واللي بيموت واللي بيطلع المعاش ما بيشوفوش من وراه حاجه. اما يصبح حد يسرقنا حافظنا احنا هتخس. خليني اقول لك ان انا جزت فيه. يعني يمكن انا في عمر ناس كتيره اصغر شويه، الناس اكبر شويه، بس اللي احنا مشينا فيه ايه؟ لما الشركه القبضه جت تبيع شويه من العمال مش كده؟ حضرتك كنت موجود؟ قالوا نشتري احنا وندور الشركه. هل تعتقد بامانه شديده يعني عشان بس قلت ما لهمش لازمه يعني؟ لا معلش احنا مش شايفين لهم لازمه. يعني احنا مش شايفين لازمه، ما وصلناش حاجه من مجهودهم يا سيدي الفاضل. بس ما هو يعني مش شايفين دي، يعني تحتمل وجهات النظر. ما انا وجهه نظري ايه؟ انا وجهه نظري ان انا شايف حضرتك وراك 300 واحد كلهم لابسين اوفرالات الشركه، وانت واقف نفس المكان معايا انت شايف 3 4 لابسين بدل. يبقى انت غلطان او انا غلطان؟
كل واحد من مكانه له وجهه نظر، بس مش الامر ما يتاخدش كده. احنا عايزين نوصل وجهه نظرنا لحضرتك. على الاقل يا باشمهندس بعد اذن حضرتك يبقى لهم بند معين ياخدوا منه حقهم، بند لوحدهم، لكن ما ياخدش من الحوافز بتاعتي انا والتاني ويرجع ياخد مكافآت تاني واضح برضه ده بند لوحده يا باشمهندس. واضح الراجل بتاع الانتاج واضح ان برضه برضه راجل الانتاج ليه نظره اختلاف خاصه. في المفاهيم. ليه؟ لان لو حد كان نقص اقفل يا ابني قرش البتاع زيادة، ده. لا ما احنا عايزين نزيد. لا تمام؟ نقص الفساخ دي مش انجاز. تمام. لا ده مش انجاز، لا ده يبقى انجاز عادي. انجاز عادي. كون ان